ازيك؟ انا جارتك اللي في الشقه دي. اسمي مريم. و ايوه، عاوزه ايه يعني؟ انا قلت نتعرف يعني، عشان لو احتجت حاجه بعد كده تعرف ان ليك جيران. وانا لو احتجت حاجه عمري ما اطلبها من واحده ست. قفل الباب في وشي. هو بعد اذن العبط يعني؟ ايه اللي حصل دلوقتي ده؟ دخلت شقتي وانا كرامتي يا دوب تعيشني للاسبوع الجاي. عملت غدا وطلعت كالعاده اكل في البلكونه. لقيته واقف سرحان وماسك كوبايه شاي في ايده. بصيت له وقلت له: اتغديت؟ ما ردش عليا. انا ممكن ادخل اجيب لك اكل؟ انا على فكره عامله اكل بزياده. والله انا شايف الخدمه اللي ممكن تقدمها لي انك ما تبقيش ليكي دعوه بيا تاني. انا بحاول ابقى شخص كويس معاك، خليكي في حالك احسن. دخل وسابني وانا مصدومه من طريقته البارده اللي بيتكلم بيها. بس انا مش هسيب الاكل يبرد زي كلامه. كلت ودخلت عملت قهوه وطلعت تاني البلكونه. بقالك ربع ساعه بتتلفت. في ايه؟ خوتني. هو في سوبر ماركت قريب من هنا؟ آه، عم إبراهيم اللي على أول الشارع. وكمان خلاص خلاص، هو احنا هنتساير؟ انت ازاي تتكلم معايا كده بجد؟ حكم القوي. ولولا اني محتاج حاجات ما كنت سألتك ولا اتكلمت أصلا. سابني وخرج. ده حتى كرامتي ما تكملش معايا ساعتين يا جماعة، مش أسبوع. دخلت وعملت عشاء. كلت وخرجت عشان أشم هوا. لقيته قدام الشقة واقع على الأرض مغمى عليه. يا لهوي، انت مت؟ رد عليا، بقولك ايه؟ فين القاتل؟ مين ابوك الحقيقي؟ هعمل ايه انا دلوقتي؟ كان واقع جنبه علبة دواء. خدتها واتصلت بالدكتور. حطيت ايدي في جيبه وطلعت المفتاح. وفعلا الدكتور جه. معلش يا دكتور، بما اني مش باللمس وفي حاجة اسمها بوك، فانت اللي هتشيله. انا دكتور محترم. اشيل ايه؟ انا عاوزاك تفضل ترغي يا دكتور لحد ما يعتزل الدنيا. وده لو مات هخليك شهيد المهنة. شيل يا دكتور. حط ايده حوالين رقبته وسنده لجوه. حطه على السرير. ها طمني، الجنين كويس؟ هو انت عبيطة؟ دي حالة تسمم ولازم يعمل غسيل معدة. ادفع كل فلوسي بس يفضل عايش يا دكتور. معاكي كام يعني؟ 68 جنيه. 68؟ انا هتصل بالاسعاف تيجي تنقله المستشفى اللي شغال فيها ونعمل له غسيل معدة هناك. الاسعاف جه خده ورحت معاه المستشفى. دخل أوضة عملوا له غسيل معدة ونقلوه أوضة تانية عادية عشان ياخد محاليل. بقى عامل إيه دلوقتي؟ الحمد لله، عملنا اللازم والحالة مستقرة دلوقتي. طلعت علبة الدواء من شنطتي. ده دواء مضاد اكتئاب مش كده؟ خد منه جرعة كبيرة، اتسببت في إغماء. طيب ممكن أدخله دلوقتي؟ ممكن، بس لازم ما يبذلش مجهود الفترة الجاية. دخلت. أول ما شافني اتعدل على السرير. يبقى أنت اللي جبتيني هنا؟ أيوة أنا. بصي ما تشكرنيش، أنا ما عملتش حاجة. ربنا ينتقم منك يا شيخة. أشوف فيك يوم. أنت بتقول إيه؟ كنت سيبيني. قلتلك قبل كده ملكيش دعوة بيا. أنت أنت كنت قاصد إنك تخلص على حياتك؟ الدواء ده خدت منه جرعة كبيرة. هاتيه. لا مش هتاخده. هو أنت بتعمل في نفسك كده ليه؟ أنت لسه شاب والمستقبل قدامك. مستقبل؟ أنا انتهيت. أنا فضلت أدرس 5 سنين طالع عيني فيهم. كنت بشتغل أي شغل عشان أصرف على نفسي، عشان لما أخلص هندسة أبقى مهندس زي ما أنا عاوز. خلصت وقدمت في كل مكان بس محدش قبلني. حتى الإنسانة الوحيدة اللي حبيتها سابتني بعد ما عرفت إني فاشل ومش لاقي شغل. مستقبل إيه بقى اللي بتتكلمي عنه؟ إيه ده طيب؟ بس كل الشباب دلوقتي متمرمطين عشان وظيفة. بس لو كله فكر زيك مش هيبقى في شباب أصلا. انت لازم تحاول مرة واتنين وعشرة عشان تبقى الإنسان اللي انت عاوزه، عشان لما توصل تعرف قيمة اللي انت فيه وانك ما وصلتش بالساهل. مفيش أسهل من الكلام. محدش حاسس بيا. طيب، المهم دلوقتي تهتم بصحتك عشان تقوم من اللي انت فيه بسرعة. أنا مش عاوز حاجة، ما بقتش فارقة. المحلول قرب يخلص، بعدها تروح البيت ترتاح شوية وربنا يحلها. وفعلا خلص المحلول. وبعد مرور 10 دقايق: انت رايح فين؟ رايح البيت. طب اركب عشان اوصلك. دي عربيتك؟ ايوه. هو انت بتشتغلي ايه؟ حرامية. ضحك وركب ووصلنا البيت. شكرا. شكرا ليكي بجد. العفو، والف سلامة عليك. دخلت الشقة، رحت سخنت مكرونة من اللي عاملاها وطلعت البلكونة وناديت عليه. مكرونة وبانيه بقى ما تقولش لعدوك عليه. ملوش لزوم. امسك يا عم، لازم تاكل.
خدوا مني وقعد على الكرسي في البلكونة. أنا قعدت على الكرسي بتاعي. صحيح، معاك CV؟ بتلقح جوه. ليه؟ عاوزاه. ادخل جيبه. ليه يعني؟ يا عم ما هو متلقح، هتعوز انت في ايه؟ وفعلا جابه واداهولي. ما شاء الله، من أوائل كليتك. لا ده انت دحيح بجد. ويفيد بإيه يعني؟ يا عم انت جبتلي إحباط والله. هو انت ليه مش بتقول أنا مش إنسان، أنا مهندس؟ ايه ده، في ايه؟ دخلت جبت اللابتوب وطلعت قعدت قدامه. صحيح، هو انت خريجة ايه؟ طب. ما شاء الله. وبتخصصك ايه بقى؟ ها؟ لا ما اشتغلتش. ربنا يوفقك، انت طيبة قوي وتستاهلي كل خير. ابتسمت وكملت شغل على اللابتوب. مش لازم يعرف حاجات معينة. قدمت الCV بتاعه في كذا شركة، بس كان لازم يبقى فيه واسطة. وبعد مرور كام يوم، في ايه يا بنتي سرحانة في ايه؟ ما تعرفيش شركة عاوزة مهندسين؟ اشمعنى يعني؟ قريبي محتاج شغل. بابا في الشركة بتاعته محتاج. هاتي الورق بتاعه وانا اوصي عليه. بجد يا منى؟ والله. انتي على طول جدعة معايا، فلازم بقى اردلك جزء بسيط من جمالك. رجعت البيت وانا حاسة اني اخدت خطوة فعلية في علاجه. خرجت البلكونة، لقيته واقف كالعادة وفي ايده كوباية الشاي. انتي بتختفي على طول الصبح ليه؟ بكون عند اهلي. ربنا يخليهم لك. فوني رن فرديت. ايوه يا منى، عملتي ايه؟ قولي لقريبك يجي يعمل انترفيو بكرة مع بابا. يعني ايه؟ يعني بابا شاف الCV ومعجب جدا باجتهاده، وقال لي يجي بكرة يعمل انترفيو عشان يستلم الشغل. أنا مش عارفة أقولك إيه بجد. شكرا يا حبيبتي. قفلت معاها وبصيت له. في إيه؟ شكلك مبسوطة. عندك بدلة؟ ايه، جمال عروسة؟ من هنا ورايح ممكن تقول إنك مش إنسان وإنك مهندس. يعني إيه؟ أبو صاحبتي عنده شركة وعاوزك تروح تعمل انترفيو عنده بكرة. انتي بتتكلمي بجد؟ والله، وإن شاء الله تتقبل فيها. يا رب يا رب يا مريم. فضلنا نتكلم. دخلت عملت غدا وطلعت. غدا النهاردة بجد جديد. مكرونة وبانيه. يا ابن اللعيبة، عرفت منين؟ كان عكس ما ظهر في الأول. طلع طيب ودمه خفيف. فضلت يومها أدعي إنه يتقبل بعد ما شفته حاطط كل أمله في الوظيفة دي. اصحى يا ابني. طب انزل أجيب طوبة طيب وأحدفه في البلكونة. خرج وهو لابس بدلة. كان شكله حلو قوي، شعره، ضحكته، كأنه واحد تاني عكس الياس اللي دايما شايفاه. قوليلي، شكلي حلو؟ شغال. كان نفسي أقوله إن أوسم حد أنا شفته في حياتي، بس بصراحة كاريزمتي كده منعتني، سوري يعني. نزل وأنا نزلت بعديه رحت لشغلي. وصلت البيت بعد ما خلصت بسرعة. ناديت عليه في البلكونة وطلعلي. عملت إيه؟ سكت ومردش عليا. ما تقبلتش؟ ما تزعلش يا أحمد، عادي، في لسه شركات كتير أنا اتقبلت. أمال قلبها دراما ليه؟ وقعت قلبي. شكرا يا مريم، شكرا على كل حاجة بتعمليها معايا. أنا مش شايف أي مبرر لكل ده، مع إني كنت وحش قوي معاكي في الأول، بس انتي فضلتي كويسة معايا. ده واجبي. واجبك؟ واجبك ازاي؟ ها؟ هروح أعمل الغدا. ثواني بس. مكرونة وبانيه؟ يا ابن اللعيبة، بتعرفها ازاي؟ في ايه يا مريم؟ انتي مالك منفعلة كده ليه؟ ما ينفعش، ما ينفعش تحبيه. انتي هنا عشان تعالجيه وبس. وبس يا مريم. ممكن أسألك سؤال؟ ايه الفرق بين دلوقتي وقبل كده؟ دلوقتي بس حسيت ان المستقبل لسه فعلا قدامي. ضحك وبعدين قال: وبعدين في ايه؟ انتي ناقص تجيبيني شезлونج وتقولي لي احكي لي طفولتك. ايه شغل الدكاترة النفسيين ده؟ لا لا لا، سؤال عادي. الحمد لله دلوقتي بقى احسن، بقينا صحاب قوي. بقى ناجح في شغله، رجع يضحك ويهزر اكتر من الاول، بياخد علاوات عشان الشغل اللي بيعمله زيادة فيه. وفي يوم كنت واقفة معاه في البلكونة. يعني ايه عايزة حواوشي؟ مش فاهم. انا بقولك اترقيت وعاوزك تقولي على حاجة اجيبها لك. ايوه، ما انا قلت حواوشي اهو. ماشي يا فقرية، يلا بينا. وفعلا نزلنا مع بعض، وجاب لي وجاب بيبسي وقعدنا قدام العربية. كانت كل خروجة بسيطة معاه، أحسن من الخروج في أحسن وأفخم مطعم. تعرفي يا مريم، أستر يا رب، أنا اكتشفت إني محبتش قبل كده، وإن اللي فات ده كان مجرد وهم، وإني كويس إني مفضلتش مع البني آدمة دي. طب كمل الأكل. انت يا بنتي متخلفة، أنا أقول كلام مهم. أنا مش عاوزة أسمع الكلام اللي بعده يا أحمد. ممكن تروحني؟ سكت شوية.
وبعد كده دخلنا العربية وساق وصلنا البيت ودخلت الشقة، عارفة إنه هيقول إيه، عشان حاسة من غير حتى ما يقول. بس ما ينفعش دكتورة تحب حالة عندها. تاني يوم كلمني في التليفون، انتي فين؟ ليه؟ بما إنك عند أهلك فأنا عاوز أجي لأهلك. ليه خير؟ وحياة خالتك هاجي لأهلك ليه يعني؟ بعد الشغل بقولك. لا بعد الشغل روح عشان عايزة أقولك على حاجة. في يا مريم؟ لما تروح هقولك. خلصت شغل ورحت لقيته قاعد في البلكونة مستنيني. ازيك؟ في ايه؟ بقيت حاسس انك بتتهربي مني. احمد، اللي انت حاسه ده غلط. غلط؟ غلط ازاي؟ اني بحبك ده غلط في نظرك؟ انك تحب دكتورة نفسية ده الغلط. انا مش فاهم حاجة. مامتك جت وقالت لي حالتك وانك عندك اكتئاب وقررت تسيب البيت وتسكن في العمارة دي، عشان كده جيت وتعرفت عليك عشان اعالجك، والحمد لله انت بقيت كويس. يعني انا كنت حالة عندك؟ احمد، انا كنت عاوزة اساعدك. دخل وسابني. حاولت اوصله بعد كده بس ما عرفتش. كنت بخبط على شقته ما كانش موجود جوه، كأنه اختفى. كنت عايزة اروح له الشركة اشوفه اطمن عليه، بس كنت بمنع نفسي مع اني خلاص حبيته. ما بقيتش بعرف انكر اكتر من كده. امتى هعرفك ان الشاي احلى من القهوة؟ بصيت جنبي لقيته في البلكونة بتاعته. احمد، انت كويس؟ انا بحبك، تتجوزيني؟ سكت. الايام اللي فاتت كنت في بيتنا، امي فهمتني كل حاجة. انتي مش بس عالجتيني، انتي خليتيني احس اني عايش. انا عاوزك تبقي حرمنا المصون، حرم الباشمهندس احمد. ها، ايه رأيك؟ يا دي النيلة، اجيب الحاج والحاجة امتى؟ يا بختك، والله ده انا هاكلك كل يوم صنف جديد عمرك ما سمعت عنه، علشان اقرب طريق لقلب الراجل معدته كده. هتعملي مكرونه وبانيه؟ يا ابني اللعيبه، عرفت منين؟ كنت واقف لقيت بنت جت وقفت جنبي وبتكلمني. ادم، اعمل ايه؟ الشاب باستغراب، انتي مين؟ انا مش اسمي ادم اصلا. البنت بتشاور للشاب على حاجه بعينها. البنت بتحاول تمسك دموعها وتتكلم بابتسامة. بطل يا آدم هزارك البايخ ده، أنا عارفة إنك بتهزر. الشاب فاهم إن في حد بيراقبها. الشاب بضحك مزيف، حبيت أهزر معاكي شوية، ولا أنت ما بتحبيش الهزار؟ البنت بدموع بتشاور له بعينها، وبعدين بصت وراها لقيت اللي كانوا بيراقبوها لسه واقفين. المهم، خالته عاملة إيه؟ كويسة، كويسة الحمد لله. "مم، الحمد لله." وبعدها الشاب بارتياح، أوف، مشيوا. البنت خدت نفسها بارتياح. شكرا إنك فهمتني وساعدتني ونجدتني. ولا يهمك، بس ممكن تفهميني مين دول؟ دول كانوا شوية شباب ماشيين ورايا، فأنا جيت وقفت مع حضرتك عشان يعرفوا إنك يعني قريبي ويسيبوني ويمشوا. طب انت ازاي تيجي وتقفي معايا؟ افرضي أنا كمان حد مش كويس. أسفة، بس أنا لما شفتك حسيت يعني إنك ابن ناس ومحترم مش أكتر. خلاص مش مشكلة، أنا سليم، اتشرفت بيك، وأنا حياة. عاشت الأسامي. شكرا، أنا لازم أمشي دلوقتي عشان الوقت اتأخر. باي. مع السلامة. وببيت حياة دخلت حياة بمرح وقالت: سلام عليكم يا أهل البيت، انتوا فين؟ يا ماما. في ايه يا بنت العبيطة انتي؟ عاملة ايه يا ست الكل؟ الحمد لله يا أختي. قوليلي بقى، طبخنا ايه النهاردة يا ست الحبايب؟ أهو، قولي بقى كده، بتاعت مصلحتك، قولي اللي عندك. يا ماما يا ماما، دايما ظلماني كده. وفجأة ظهر قفا ثلاثي الأبعاد، كان من أخوها آدم. آدم بضحك: أحسن. حياة وهي واقفة: قولي بس، قولي بالله عليك استفدت إيه؟ راحة يا بنتي، بحس براحة. تعالى بقى، أنا هخليك تستريح لمدى الحياة. آدم وهو بيستخبى ورا ست الحبايب: الحقوني، الحقوني من الوحش البري ده. أنا وحش بري؟ حياة فضلت تجري وراه وتحدفه بالمخدات. بس كفاية كفاية. حياة وآدم وقفوا هما الاتنين. كان آدم ماسك حياة من قفاها وهي ماسكة ايده التانية بتعضها. بس في ايه؟ هو انتوا ما بتكبروش؟ واحدة عندها 23 سنة والتانية 26 سنة وعاملين زي الأطفال؟ خلينا بس نقف هنا وأعرفكم على حياة. عندها 23 سنة زي ما ست الحبايب قالت. آدم بقى يبقى أخو حياة
عنده 26 سنة، شعره أسود وطويل وناعم. مامة حياة عندها 45 سنة، بشرتها بيضة، عيونها عسلي. سليم السويفي عنده 28 سنة، قمحي وطويل وشعره ناعم جدا، جسمه رياضي من الآخر، مزي كده. خلينا نرجع تاني. يا ماما، يا ماما هو اللي عصبني. ما يا ماما هي اللي قفاها كده مسلطح كده. حياة بصت له وطلعت لسانها وبعدين قالت: والله ما هعمل شعري كحكة تاني، هضربك برضه. شايفة يا ماما، لو مسكتوش هعاقبكم العقاب اللي انتوا بتكرهوه. احنا اسفين، مش هنعمل كده تاني. حياة وهي بتبص لآدم: آدم يا حبيبي، خلاص يا ماما، ده آدم ده حبيبي، عمري ما اقدر ازعله ابدا. ولا انا طبعا يا حبيبة اخوكي. يلا تعالوا خدوا معايا الاكل، ابوكوا زمانه على وصول. حاضر. حطوا الاكل والاب جه وقعدوا على السفرة. الاكل حلو قوي. مين اللي طبخ؟ وهو في حد غيري؟ وانا اقول هو الاكل مسكر ليه؟ اتاري ام العيال هي اللي طبخوه. عجبك يا حبيبي؟ ادم وحياة سابوا المعالق، حطوا ايدهم على خدهم وقعدوا يتفرجوا على قصة الحب اللي قدامهم. بجد يا حبيبتي. الام ابتسمت بكسوف وبعدين بصت على حياة: مالكوا يا عيال؟ في ايه؟ بتتفرجوا على ايه؟ ما تاكلوا. الاتنين اتعدلوا وابتدوا ياكلوا. بناكل يا ماما، بناكل اهو. الا قول لي يا ادم، هو انت ناوي تتجوز امتى؟ ادم الاكل وقف في زوره. لما النصيب يجي يا حاج. ما انت مش مدي فرصة لنفسك اصلا عشان يجي. ان شاء الله يا حاج. فك علينا بقى وسيبنا ناكل اللقمة. قول له يا بابا، قول له هيفضل قاعد كده من غير ما يتجوز؟ قول له. ادم بص لها بتوعد: يا اختي تنيلي انت كمان، ما انت كل ما حد يجي ترفضيه. لا، اصل فرق يا بابا. وفين الفرق بقى يا اختي؟ ادم ساب المعلقة وبص لها بابتسامة نصر وحط ايده على خده. حياة وهي بتهرب: يا لهوي، لازم ادخل الحمام حالا. اهربي اهربي. اليوم خلص وحياة قامت الصبح عشان جامعتها، ودي كانت السنة اللي قبل الأخيرة ليها في كلية الهندسة. حياة وهي قايمة من على السرير: يا رب الكلية تموت، ما ينفعش كده. هما ما يعرفوش إني كتكوت فرغوت ولا إيه؟ حاسة إني كده خللت في الكلية دي. وطبعا هروح أشوف الدكاترة المستفزين يفضلوا يزعقوا. أوف بقى. حياة لبست وقامت، بصت على نفسها في المراية: قمر يا ناس، قمر. أنا كتكوت مستاهلش كل الفرهدة دي والله. حياة خرجت من الأوضة وراحت عند آدم: قدومي، شكلي قمر صح؟ وحش، بارد بارد. آدم كان بيلبس. آدم كان لابس بدلة سودا وكان شكله قمر فعلا. عارف. نين 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 نين. وخرجت وهي متعصبة. آدم في نفسه: قمر طبعا، هبلة صحيح، ربنا يحفظها. حياة ركبت مع آدم العربية وعند باب الكلية: لما هرجع من الشركة هاخدك، ما تروحيش في حتة. حاضر، خلي بالك من نفسك. حاضر، سلام بقى، هتأخر. آدم مشي. حياة قربت من بنت. البنت بصت لها وقالت لها: حياة، هو مين القمر اللي كنت واقفة معاه ده؟ وانتي مالك؟ ما اقصدش، هو حبيبك؟ حياة رفعت حاجبها: ده يبقى أخويا، ومش عايزة أشوفك تبصيله، انتي فاهمة؟ وسابتها ومشيت. حياة وهي بتكلم نفسها وبتقلد صوت البنت: حياة، مين القمر ده؟ كانت هنيرة باردة. سليم ظهر فجأة وقال لها: ده انتي طلعتي بتكلمي نفسك كمان. هو انت؟ الصدفة حلوة صح؟ حياة ابتسمت بس حاولت تخفي ابتسامتها: لا. طب ممكن رقم باباكي؟ ليه بقى ان شاء الله؟ عايزة اشرب معاك كوباية الشاي. ليه؟ هو انتوا ما عندكوش شاي في بيتكم؟ ممكن تبطلي غباء شوية؟ هو انت بتقول عليا غبية؟ اه، انا غلطانة اني واقفة معاك اصلا. ومشيت. وبعد ما روحت: حياة، في واحد جاي يتقدم. ماما، انا زهقت. قولي له مش موافقة. طب شوفيه الاول وبعدين ابقى احكمي. حاضر يا ماما، حاضر. وبالليل: يلا يا بنتي، العريس وصل. حاضر يا ماما. خرجت وكانت باصة للأرض. وأخيرا الجملة الشهيرة: خلينا نسيب العرسان مع بعض. قعدوا فعلا مع بعض. سليم قال: هتفضلي ساكتة كده كتير؟ هو أنت بتعمل إيه هنا؟ وفين العريس؟ أنا العريس. نعم، وأنا مش موافقة. بس أنا موافق. بس أنا ما بحبكش. وأنا قادرة أخليكي تحبيني. هصحيك في نص الليل تجيب لي إندومي. وأنا موافق. كل يوم وأنت راجع من الشغل لازم تجيب لي حلويات كتير. موافق. لو زعلتني في يوم عمري ما هزعلك. لو فكرت تخوني في يوم عمري ما هسامحك. هو في حد بيخون القمر؟ أحرقتني. وأنا موافقة.
مجنونة، بس باحبِّك. بس بقى الله باتكسف. بابا هات المأذون. كانت صُدفة، ولكنها أصبحت أجمل صُدفة في حياتي. ولحد هنا انتهت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة. يا ريت تتأكدوا إنكم فعالين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما أنزل الجديد. واستنونا إن شاء الله في حكاية جديدة. أشوفكم على خير.